في حوادث بتتسجل على انها كارثة جوية، بس في برضه حوادث بتفضل لغز وبيتكتب عنها تقارير وبيتقال فيها روايات، بس الحقيقة بتفضل غايبة زي الطيارة اللي راحت وما رجعتش. النهاردة بدستوبيا هنفتح ملف من اكتر الملفات اللي وجعت المصريين، رحلة مصر للطيران رقم 990، الرحلة اللي بدأت من نيويورك بس عمرها ما وصلت القاهرة. وهل فعلا الطيار قال توكلت على الله وهو بيعمل عملية استشهادية، ولا كان بيحاول ينقذ الطيارة من مصيبة أكبر؟ دي مش مجرد حادثة طيارة، دي حكاية مليانة أسرار بين البحر والسياسة والغموض. كل شيء بدأ بالصمت، ثم بدأت الحقائق تختفي. ديستوبيا ليست مكانا، إنها نحن ديستوبيا. يوم 31 أكتوبر سنة 1999 كان مطار جون كينيدي في نيويورك كان مزدحم كالعادة، وكانت الرحلة 990 التابعة لمصر للطيران كانت جاهزة للإقلاع وطريقها للقاهرة. وكانت الطيارة من نوع بوينج طراز 767، وكانت وقتها من أضخم الطيارات في العالم وقتها، وكانت بتشيل أكتر من 200 راكب بالراحة. وكان على متن الطيارة دي تحديدا 217 شخص، منهم 203 راكب و14 من طاقم الطيارة. وكان من ضمن الطاقم الطيار أحمد الحبشي، وده كان الطيار الأساسي. وكان المساعد بتاعه جميل البطوطي، كان راجل من أكفأ الناس وكان محترم جدا في الشركة. والطيارة أقلعت الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل، وكانت الدنيا 100 وابتدت رحلتها الطويلة عبر المحيط الأطلسي. لكن بعد حوالي 30 دقيقة من الإقلاع في حاجة غريبة حصلت. الطيارة كانت فوق المحيط وكانت على بعد 100 كيلو متر من لونج آيلاند، وفجأة الطيارة اختفت من الرادار. مصر للطيران 990، هل تسمعني؟ ولكن مفيش رد. وفي خلال ثواني الطيارة وقعت في المحيط، 217 شخص اختفوا في لحظة. وهنا العالم كله اتقلب من أخبار وإشاعات ونظريات، وكل الناس بتسأل إزاي طيارة حديثة زي دي بتقع فجأة كده. والبحرية الأمريكية نزلت من عمليات بحث ضخمة من غواصات وطيارات ومن سفن، وبعد أيام من البحث لقوا حطام الطيارة متناثر في البحر. بس كان الأهم بالنسبة لهم وهو الصندوق الأسود، وده اللي كان بيسجل أي حاجة بتحصل جوه الطيارة في الكابينة. وبعد بحث طويل لقوا مسجل صوت ولقوا بحث البيانات، ومن هنا بدأ الغموض يزيد. التسجيل كان بيوضح إن كابتن أحمد الحبشي كان بيقول للبطوطي إن هو رايح الحمام، وخرج الحبشي وبعد ثواني البطوطي لوحده في الكابينة وقال الجملة اللي غيرت التاريخ: توكلت على الله. الطيارة ابتدت تنزل بسرعة رهيبة والمحركات اتطفت يدويا، والصوت كان بيبين ان البطوطي كان بيتكلم بهدوء وان هو في سلام غريب وسط الكارثة دي كلها. وبعدين بيرجع الكابتن الحبشي وصوته باين في التسجيل وهو بيصرخ وبيقول ايه اللي بتعمله يا جميل، بس ما كانش فيه رد واضح. وبعدها التسجيل بيتقطع على صوت سكوت وصمت واضح. وهنا بقى المجلس الوطني الامريكي لسلامة النقل حلل التسجيل ده وقال ان البطوطي هو اللي كان ماسك التحكم، وان هو دخل الطيارة بغطس متعمد، يعني من الاخر عملية استشهادية. بس الجانب المصري رفض الاتهام ده تماما، وقال ان البطوطي راجل متدين ومحترم، وانه كان راجع مصر عشان يتكرم ومستحيل ان هو يعمل كده. وقالوا انه ممكن يكون حصل عطل مفاجئ في نظام الذيل زي ما حصل قبل كده في طيارات بوينج تانية. ويوم 24 نوفمبر سنة 1999 ظهر التقرير الأمريكي الأول وقال إن البطوطي قال جملة توكلت على الله 11 مرة، وده طبعا خلى الإعلام الأمريكي إن هو يصورها إن دي عملية استشهادية. لكن المصريين ردوا عليهم وقالوا إن دي جملة عادية وأي حد مسلم بيقولها في وقت الخطر. وليد البطوطي ابن عم جميل البطوطي طلع للإعلام وصرح وقال إن جميل كان بيدافع عن الطيارة وإن دي مش عملية استشهادية زي ما هما بيقولوا. وقال كمان إن كان في شخصيات عسكرية كبيرة كانت راجعة على نفس الرحلة، وإن كمان ممكن يكون في عمل خارجي أو تدخل عدائي. والكلام ده فتح نظريات تانية، إن الطيارة مثلا اتضربت بصاروخ أو اتعرضت لهجوم إلكتروني، وعشان كده البطوطي طفى المحركات، وده لان اي صاروخ بيمشي ورا المحركات. فلما جمال لما شاف الصواريخ جايه عليه طفاها، ودي كانت نظريه طلع قالها وليد ابن عم. والتحليل المصري قال ان هو كان ممكن يكون يمنع خلل او حريق حصل في النظام الآلي، يعني بالعربي كان بيحاول ينقذ الطياره مش يدمرها. وفي لحظه الرعب دي قال الجمله اللي بيقولها اي مسلم وقت الموت: توكلت على الله. والتحقيقات قعدت استمرت لمده سنين، والمجلس الأمريكي قال إن هي عملية استشهادية متعمدة. لكن التحقيق المصري قال العكس تماما، قال إن السبب فني
والطيار بريء. والرئيس حسني مبارك وقتها رفض التقرير الأمريكي علنا وقال إن اللي بيقولوه ده مش منطق ولا مقبول، وخصوصا إن وقتها كانت العلاقات المصرية والأمريكية كانت متوترة شوية. وجود ضباط مصريين على الرحلة خلى الناس كلها تشك إن في حاجة وإن دي مش صدفة. والنهاردة بعد أكتر من ربع قرن لسه محدش يعرف الحقيقة. هل الطيارة فعلا سقطت بسبب خلل ولا انفجرت بصاروخ ولا كانت ضحية لعبة أكبر من دولتين؟ بس اللي اتأكد منه المحققين إن الطيارة ما انفجرتش في الجو، بس وقعت سليمة وانفجرت عند ارتطامها في الماء. وده يخلي إن نظرية الصاروخ ضعيفة لكن مش مستحيلة. يمكن الحقيقة ماتت في البحر، ويمكن اتدفنت مع الركاب، ويمكن اتكتبت في ملف سري في أمريكا. لكن الأكيد إن كل مرة بنسمع فيها تسجيل لجميل البطوطي ونسمع صوته وهو بيقول توكلت على الله، بنحس إن في حاجة ناقصة، حاجة محدش عايز يقولها. ودي كانت قصة الرحلة 990، الرحلة اللي بدأت بدعاء وانتهت بسكوت في البحر. متنساش انت بقى في التعليقات تنزل تقول انهي تحليل قريب وايه النظرية الصح اللي انت شايفها، وما تنساش تدعمنا بلايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب. سلام.